السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. معكم أميمة من قناة شهيوات أميمة ريتاج. فيديو جديد اليوم إن شاء الله غنقدم معكم كيك رولي، طريقة مبسطة وطريقة رائعة وسهل جدا، مكونات اللي بسيطة. بهذه المناسبة كنبغي نقول لكم سنة سعيدة تدخل لكم صحيحة والسلامة ان شاء الله، وباش ما كتمناو بالرزق وبالتيسير. بالنسبة للناس اللي كيبغيو هكا يفرحوا وليداتهم، علاش لا ما يديروش هاد الكيك رولي بطريقه اللي مبسطه و هكا يعرفوا شنو كياكلوا، شي حاجه ديال الدار وزوينه. نتمنى تبقوا معايا الى اخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه والمقادير ديال هاد الكيك سهل ولذيذ. غنبداو بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات والمقادير اللي عندي 4 ديال البيضات متوسطين بدرجه حراره الغرفه، نكونوا هكا جابدينهم من قبل من الثلاجه. من الاحسن باش تنجح معنا الوصفه. غنديرهم في واحد البول وغنزيد عليهم واحد القبيصه ديال الملحه وغنطربهم. غنطلع البيض بوحدو مع الملح تيطلع مزيان شويه، عاد غنبدا نزيد عليه سكر سنيده. بالنسبه للعبار ديال السكر سنيده نفس الكاس غنعبر به نفس الكميه ديال الدقيق. حاولت هكا ندير معاكم يعني هكا المقادير غير بالكاس، تقريبا الكاس غير مملوء ديال السكر سنيده، ونفس الكاس غنعبر به الدقيق كاس غير مملوء كيف ما غتشوفوا معايا. غنطرب هكا البيض مزيان مع الملحه وغنبدا نزيد سكر سنيده على الدفعات كيف ما كتشوفوا معايا، على 3 ديال الدفعات غنزيدو حتى يبان ليا هكا الخليط بدا كيتجانس وبدا البيض ديالنا كيتبدل اللون ديالو كيتغير وكيطلع كيف ما كتشوفوا معايا. انا هنا راني نحاول هكا نجرب معكم الفيديو، ولكن راني خليت البيض حتى كيطلع بشويه عليه، وهذا هو القوام ديالو، يعني كياخذ واحد شويه ديال الوقت ماشي بزاف. هنا زدت واحد الملعقه بنفس هذيك الملعقه اللي بانت هي اللي درت فيها ملعقه ديال الزيت، وهنا الدقيق هذا هو الكميه ديال الدقيق نفس الكاس. زدت على الدقيق ملعقه ونصف ديال الكاكاو، وغير ربع اولا الراس ديال المعلقه ديال الخميره الكيميائيه او الخميره الكيميائيه، يعني بيكين باودر او الخميره ديال الحلوى. غير الراس هكا، غير واحد القبيصه ديالها. ضروري يكونوا مغربلين، نغربلهم ضروري مزيان، وغنزيدهم على دفعات حتى هما غنزيدهم على 3 ديال الدفعات عفوا. غنبقى كل مره نزيد وندخل بهاد الطراب اليدوي. وهنا راه الطريقه باش كنخدم هاد الجينواز اولا هاد الكيك ديالي راه بطريقه اللي يعني بشويه كنخدمها باش ما تهبطش معايا، باش ما يهبطش ليا البيض اللي يعني ضربت فيه تماره هكا وطلع. كنطلعو مزيان، ومنين كنبقى نخدم الدقيق راه نخدمو غير بشويه. غير هنا كنحاول هكا نسرع الفيديو باش ما يجيكمش طويل، داكشي علاش كتبان هكا السرعه في الفيديو، يعني راه كنخدم بسرعه ولا كنخدم بطريقه اللي سريعه. لا، كنخدم طريقه يعني عاديه بشويه عليا. طلعت البيض بشويه، زدت عليه الدقيق وبشويه يعني طلعته وحتى تحصلت على هذا القوام. واحد الحاجه اخرى، الا كنتو غديروا ما كنتوش غديروا هكا الكيك بالكاكاو، هذاك الملعقه ونصف غتزيدوها دقيق، هذه يعني مهمه. هنا في اللاطه ديال الفران اولا في الصينيه ديال الفرن اللي هكا غنفرش عليها ورق الزبده، من الاحسن يكون جوده ممتازه. هذا شويه ايان غندخل الكيك ديالي يطيب. الفران كيكون شاعل من الفوق ومن التحت على درجه الحراره 180، كطيب ليا في 10 ديال الدقائق، يعني لا اقل ولا اكثر. ممكن نتوما تاخذ معكم قل ولا اكثر على حساب الفرن ديالكم وعلى حساب درجه الحراره، يعني الفرن واش كيسخن مزيان او لا. يعني راه كطيب بسرعه. وخذوا منها الحيطه والحذر، راه شوفوا الجوانب ديالها، يعني راه تحمروا ليا كيف ما شفتوا، ما خاصهاش تحمر بتاتا. هنا غندير واحد رشيشه هكا ديال الكاكاو وغنقلب غنقلب هكا الجينواز ديالي في ورق الزبده اخر. وهنايا راه تنهزها بكل سهوله، كنحيد هذاك الورق الزبده بطريقه اللي سهله صافي. وغنبدا نروليها معاكم هكا، كنروليها بطريقه اللي سهله. نحاول هكا نشدها مزيان، الرولي مزيان صافي، ونجمعها وندير ليها غندير ليها هكا واحد الزيف اولا واحد المنديل، وغنخليها جانبا بما حضرت معكم الكريمه اولا لاموس. انا هنا غنخدم بلاموس، هاد لاموس ديال الشوكولا كتجي زوينه. وعندي جوج الكيسان غير مملوئين ديال الحليب يكون بارد، وحتى لاموس من الاحسن تكون بارده باش تطلع مزيان.
هنا راه كيطلعوا شويه، كياخذوا شويه ديال الوقت، ولكن نطلعهم مزيان مزيان. واهم حاجه كيف ما قلت لكم انهم يكونوا باردين. هنا الا كنتو غديروا غير شونتيي اولا ديك المستحضر ديال الشونتيي، غديروا وتزيدوا عليه واحد جوج ديال المعالق ديال النوتيلا اولا ديال اي شوكولاته ديال الدهن، غتعطيكم نفس المذاق ديال هذا، يعني غيعطيكم نفس المذاق ديالو. صافي هنا غنحل هاد الجينواز ديالي اولا الكيكرولي ديالي، غنحلو وغندير فيه هذيك الكريمه. هنا حاولت انا من الداخل ما نديرش بزاف ديال الكريمه، غير القياس هكا، وانتم ليكم الاختيار، تقدروا تزيدوا الكميه ديال الكريمه كيف ما بغيتوا. صافي غنحاول هكا نسرح مزيان هذيك الكريمه على الجوانب كاملين، وغنعاود الرولي الكيك ديالي بطريقه اللي ساهله. هنا راه غتسهل معايا تقريبا، راه في نفس النهار حضرت كل شيء. كيك اللي ساهله، واصلا راه الكيك رولي كيكون ساهل بزاف. غير حاولوا هكا تتبعوا المراحل وتتبعوا الطريقه وغادي ينجح معكم ان شاء الله. غنخليه هنايا في الثلاجه يبرد واحد شويه، غير شويه، بما حضرت معكم هذا الشوكولات للتزيين. هنا اي شوكولات عندكم، انا ما كانش متوفر عندي بصراحه الشوكولات، قلت غادا نستخدم هاد لي بيبيت ديال الشوكولا، هما اللي عندي دائما، يعني هكا يكونوا عندي. قلت علاش لا هكا انا واقفه على شوكولات بلا ما نخرج هكا نجيبو. عندي هاد لي بيبي ديال الشوكولا غنجربهم، درتهم في الباماغي اولا في حمام مريم حتى دابوا مزيان، وزدت عليهم معلقه ديال الزيت وعاود ذوبتهم صافي وغنخدم بهم. غنسرحهم هكا الشوكولاته هو سخون، غنديرو في ورق الزبده. هنا راه سخون كان كيحرق فيا، صافي حاولت هكا نزرب عليه وغنسرحو مزيان في هذاك الورق الزبده. من بعد ما غنسرحو غادا نحاول هكا نلويه، وغتشوفوا الشكل معايا كيف ما غيبان لكم، واحد الشكل اللي زوين. نلويه اولا غنروليه وهو دافي، يعني المهم اهم حاجه انني نروليه وهو يعني باقي فيه السخونيه، حيت الا روليته هو بارد يعني ما غيصدقش لينا. صافي هنا راه برد، يعني غير في درجه الحراره ديال الغرفه هكا برد. وغنرجع معكم الكيكرولي ديالي باش ندير ليها الكريمه وباش نزينها. هنا راه كان شويه د لا ملح، داكشي علاش التصوير شويه ناقص. انا صراحه ما ديتهاش في التليفون باش هكا نزيد ليه لا الضوء لا والو. مهم نتمنى تقبلوا عليا. بالنسبه للكريمه كامله اللي شات ليا درتها هكا في هاد لي بوش جوتابل. صافي وغنبدا نزين بها، غنبدا نزين بهم بهذه الطريقه. غنحاول هكا ندير واحد الطبقه اللي لا باس بها من الفوق هكا، ونسرح مزيان بالمعلقه. ما بغيتش هكا نستخدم شي حوايج اللي ما كاينينش، نستخدموا غير هكا الحوايج اللي عاديين باش كلشي يحضرها، ويعني هكا نديروها بسيطه وسهله في متناول ديال الجميع. صافي غنبقى هنايا نزين غير بالمعلقه كيف ما كتشوفوا معايا، حيت انا ما محتاج ان يعني نزينها شي تزيين اولا نقادها مزيان. يعني غنزينها هكا بشوكولاته، يعني غيدي يدرك هذوك العيوب كاملين. صافي غنبقى هكا نزينها بالشوكولاته مزيان، نحاول هكا ندرك هذوك العيوب. وهنا بالنسبه للتزيين الاخر درت هاد الشوكولاته اللي عندي متوفر. بالنسبه لهاد الشوكولاته يعني اي شوكولاته عندكم، انا حاولت نخدم غير بداكشي اللي موجود عندي ويعني هكا بسيط. هنا درت لها واحد رشيشه ديال السكر كلاصي. انا راه حيت هذيك الحبه ما عجبنيش زعما الديكور، وانا ندير ديكور اخر، وهذا هو الشكل ديالها. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، ويعني هكا تعجبكم وتعجب وليداتكم، وتخليو لي التعليق ديالكم. وسنه سعيده وتدخلوا لكم صحيحه والسلامه ان شاء الله وباش ما كتمناو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو اخر ان شاء الله. خليكم مع باقي الصور.